دكتورة سلمى حسين، أستاذة الفلسفة في جامعة القاهرة منذ 20 سنة، حاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس. كتبت 5 كتب. الكتاب الأول كان بعنوان العقل في مواجهة العاطفة، والثاني الحرية والاختيار الأخلاقي، والثالث الاستقلالية الذاتية وأسس الفعل الإنساني، والرابع الفقد والعزاء الفلسفي، والخامس كنت لسه بكتبه لما حصل اللي حصل، كان عن العقل في مواجهة الفقد. أنا عشت حياتي كلها مؤمنة بحاجة واحدة، إن العقل هو الملاذ الآمن، إن لو إنسان قدر يفهم ويحلل ويفكر بمنطق مفيش جرح ما يتدويش، مفيش أزمة ما تتحلش، مفيش ألم ما يتجاوز. علمت الفكرة دي لآلاف الطلاب على مدى 20 سنة، كتبتها في 5 كتب. آمنت بيها بكل ذرة في جسمي، حتى الليلة اللي انهار فيها كل حاجة. ما بحكي لكش قصة خيال، مش بحكي لك عن شخصية من رواية أو فيلم، أنا بحكي لك عن نفسي، عن دكتورة سلمى حسين الحقيقية اللي بتقعد دلوقتي قدامك وبتحكي لك حاجات خبيتها سنين طويلة. وبحكيها مش لأني بدور على تعاطف، وبحكيها مش لأني نادمة بالكامل، بحكيها لأني تعلمت من اللي حصل حاجة ما لقيتهاش في أي كتاب في حياتي. كان شهر نوفمبر، الجو في القاهرة كان تقيل زي ما بيبقى دايماً في الخريف، السما رمادية والهواء فيه رطوبة خفيفة بتلمسك من غير ما تحسها بوضوح، والمدينة من برا بتتحرك وبتعيش وبتدوش كالعادة. وأنا كنت في مكتبتي وحدي زي دائماً. المكتبة دي هي المكان الوحيد في الدنيا اللي بحس فيه بأمان حقيقي. رتبتها بإيدي على مدى 20 سنة، كل كتاب له مكانه، أرسطو جنب أفلاطون، كانت في الرف الأيمن، ابن رشد وابن خلدون في الأيسر، هيجل فوق، نيتشه تحته، والكتب الحديثة في النهاية. آلاف الكتب من الأرض للسقف، كل رف في حكاية، وكل كتاب له لحظة اشتريت فيها. المكتبة دي كانت حياتي الحقيقية، الحياة التانية كانت بتعدي. وفي ليلة نوفمبر دي كنت جالسة في مكتبه الكبير، قدامي ورقة فارغة والكمبيوتر مفتوح على ملف فارغ. كان المفروض أكتب الفصل الجديد من الكتاب الخامس، الفصل عن إزاي العقل يساعدنا نتجاوز الألم، سخرية القدر، لأن أحمد كان قد طلب الطلاق قبل أسبوع بالضبط. أحمد صالح جوزي ل20 سنة، الدكتور أحمد صالح أستاذ الفلسفة في نفس الكلية، الرجل اللي قضيت معاه أحلى سنين عمري، اللي تناقشنا في الكتب والأفكار والحياة حتى الفجر، اللي قلت له أحبك قدام أهلي وأهله وكل الدنيا، اللي كنت أظن إنه شريكي في كل حاجة. جاه وجلس قدامي في نفس الكرسي اللي بيجلس فيه دايماً، وقال لي بكل هدوء وكل برود: سلمى، أنا عايزة أتجوز ريم الطالبة، ابنة 25 سنة، اللي بتحضر محاضرات فلسفة الأخلاق في القسم اللي كنت أنا بدرسها، اللي كانت بتبص فيا بعيون صغيرة وتقول: يا دكتورة. قالي: أنتي فاهمة أكيد، أنتي دكتورة فلسفة، المفروض تقدري تتعاملي مع المواقف الصعبة بعقل. وبعد ما مشى قعدت في الصمت، حاولت أطبق كل نظرية اتعلمتها، حاولت أفهم، حاولت أحلل، حاولت أفكر بمنطق، حاولت أقنع نفسي إن ده أفضل، إن الحياة بتمشي، إن الإنسان بيتعافى. بس الدموع ما كانتش بتسمع الكلام، والورقة قدامي فضلت فارغة. وأنا دكتورة سلمى حسين، الأستاذة اللي علمت آلاف الطلاب إزاي يتجاوزوا الأزمات بالعقل، كنت جالسة وسط كتبي وبكية زي طفلة صغيرة. واللي حصل بعد كده ما توقعتوش في حياتي. كانت في مشكلة في إضاءة المكتبة من أسبوعين قبل ما كل ده يحصل، نص اللمبات بتقف فجأة من غير سبب واضح، وبعضها بيومض بطريقة مزعجة تاكل المخ. في وضعي اللي كنت فيه اللمبات كانت آخر حاجة في بالي، بس الظلام كان بيزيد التقل على التقل. أمي ست في 70 بتيجي تزورني كل أسبوع من يوم ما أحمد مشى، هي اللي لاحظت موضوع الكهرباء، وهي اللي اتصلت بالكهربائي من غير ما تقولي، لأنها عارفة إني ما هلاحظ حاجة في الوضع ده. في صباح يوم الخميس كنت جالسة في المكتبة، قدامي كوباية قهوة باردة ما كنتش بشربها، بس كنت بحط إيدي عليها عشان أحس بحاجة غير الفراغ المحيط بيا. سمعت طرقة على باب الطابق التاني، قمت ببطء ومشيت وفتحت الباب. واقف قدامي شاب في حوالي 32، وشه بسيط وهادي،
ما فيهوش تكلف ولا تصنع، شعره قصير، لابس هدوم الشغل الزرقاء، عنده علبة أدواته الكبيرة في إيده وبيبص فيا بعيون هادية صافية. قال: صباح الخير يا مدام، اسمي سيد، أنا الكهربائي، والدتك اتصلت بيا. قلت: اتفضل، وفتحت الباب أكتر. دخل ووقف في مدخل المكتبة، وعيونه اتوسعت شوية وهو بيبص على الرفوف، آلاف الكتب من الأرض للسقف في كل الجدران. وشه اتغير شوية، مش دهشة، كان أشبه باحترام هادي. ثم نظرني ببصرة سريعة وقال: المشكلة في الإضاءة. قلت: أيوة، بعض اللمبات بتقف ومش عارفة ليه. قال: هشوف. وبدأ يشتغل، وأنا رجعت لمكتبي. كان أحمد بعت لي رسالة الصبح، قال لي إنه هيبدأ إجراءات الطلاق الأسبوع الجاي، وإنه متأسف، وإنه بيتمنى نفضل أصدقاء ومحترمين لبعض. الكلام ده كان الأقصى، مش الطلاق. إن الراجل اللي قضيت معاه 20 سنة يقدر يكتب كده بكل برود. الدموع بدأت من غير إذن، من غير صوت، من غير إرادة، بس كانت بتيجي وأنا ما قاومتهاش. قعدت وسط كتبي وبكيت، بكاء هادي، بكاء متعب، بكاء ست شايلة جوه من فترة. وفجأة حسيت بحاجة على مكتبي. رفعت عيني، كوباية مية دافية، مية من الفلتر. سيد كان في زاوية المكتبة، ظهره ليا، بيفحص الأسلاك اللي خلف الرف الأيمن. كأنه ما شافش حاجة، كأنه ما سمعش حاجة، كأنه ما عملش حاجة في الدنيا غير شغله. بس الكوباية كانت على المكتب. ما سألش بتبكي ليه، ما قالش اطمني، ما حاولش يعزيني بكلام، ما نظرش في وجهي حتى، بس حط كوباية مية وكمل في شغله. كأنه بيقول بالصمت: أنا شايفاكي وأنا هنا، وما محتاجة تشرحي لي حاجة. في تلك اللحظة أخدت نفس وشربت المية، وأحسيت بحاجة غريبة في حياتي كلها، في كل أزمة، في كل لحظة صعبة. الناس حواليا كانت دايماً تعمل حاجة واحدة من اتنين: يا بيتكلموا كتير ويدوا نصايح لا أسألهم فيها، يا بيتجاهلوا ويبقوا في حتتهم. بس حد ما عملش الحاجة البسيطة دي، ما حطش كوباية مية من غير كلام. سيد الكهربائي في أول يوم فعل حاجة ما عملهاش أحمد الفيلسوف في 20 سنة. جه سيد تاني يوم قال لي إن المشكلة أكبر مما بدأت في الأول، إن في أسلاك كتيرة محتاجة تتغير، إن السيستم القديم ممكن يسبب حريق لو اتطرق، وإنه محتاج على الأقل أسبوع، ربما 10 أيام. قلت تمام، وكمل في شغله. كنت في حالة من التخدير العاطفي في الأيام دي. بتصحى من غير ما تحس بالصحيان، بتاكل من غير ما تحس بالطعم، بتروح الكلية وبترجع وكأن الوقت بيعدي من غير إذنك، وبتقعد في المكتبة وبتحاول تكتب وما تعرفيش تكتب. بس سيد كان بيجي كل صبح، وكل يوم المكتبة كانت بتبقى أقل وحشة شوية. في يوم وقع منه مفتاح، جه يلمه وعيونه وقفت لثانية على كتاب على المكتب. كان أخلاق سبينوزا، غلافه الأزرق الداكن، اسم المؤلف بالذهبي. رفع بصره وقال لي: ده كتاب إيه؟ قلت: سبينوزا، فيلسوف هولندي من القرن ال17. قال: بيتكلم عن إيه؟ توقفت، ما كنتش متوقعة السؤال، وما كنتش متعودة إن حد يسأل عن الكتب من غير ما يكون طالب بيدور على درجة امتحان. قلت: بيتكلم عن العقل والحرية، وعن العواطف، وعن إزاي الإنسان يقدر يعيش حياة أخلاقية. قال: وبيقول إيه بالظبط؟ قلت: بيقول إن الحرية الحقيقية مش إنك تعمل اللي أنت عايزه من غير قيود. الحرية الحقيقية هي إنك تفهم الأسباب اللي بتتحكم في تصرفاتك. لو عرفت ليه بتحس بحاجة معينة وليه بتتصرف بطريقة معينة، تبقى حر حتى لو ما عملتش الحاجة دي. فكر سيد لحظة، فكر بجد وبتمهل، ثم قال: يعني لو فهمت ليه بتتألم، الألم بيروح. الجملة دي وقعت في وسط المكتبة الساكتة زي حجر في بير عميقة، لأن الإجابة كانت لأ، مش دايماً. سبينوزا نفسه كان يعرف إن الفهم يخفف لكنه ما بيشيلش، وفي أخلاقه كتب إن أعظم ما يقدر العقل يعمله هو إنه يحول الفعالية السلبية لفعالية إيجابية، بس الألم نفسه يفضل موجود. الفهم بيديك أدوات تتعامل معاه، مش بيشيله. ما قلتش أي ده، بصيت في سيد وقلت بهدوء: مش دايماً. وهو بص فيا ثانية وقال: أنا كمان فاهم كده، وكمل في شغله. ورجعت لكتابي. في يوم تاني كنت بدور على كتاب في الرف العلوي، وقفت على السلم الصغير، وسيد كان بيشتغل في السقف في نفس الناحية.
قلت من غير تفكير: ممكن تناولني الكتاب الأزرق على يمينك؟ ناولني، وما بصش في عنوانه، بس لما خدته منه قال لي: الكتب دي كلها بتساعده فعلاً؟ قلت: في الشغل أيوة. قال: وفي الحياة؟ ما ردتش، وهو ما انتظرش ردي، بس السؤال فضل في الهوا، معلق بين الكتب وبين الأسلاك الجديدة، بين عقلها وبين يديه. في اليوم العاشر من الشغل صحيت الصبح، وأول حاجة خطرت في بالي كانت: سيد هيجي النهاردة. الفكرة جت قبل ما أفتح عيني، قبل ما أفكر في أحمد، قبل ما أفكر في الطلاق، قبل أي حاجة تانية. قلت لنفسي فوراً: ده طبيعي، هو بيشتغل في البيت، طبيعي تكوني فاكراه. بس كنت عارفة إن ده مش الحقيقة الكاملة. الحقيقة إن في الأيام اللي سيد بيجي فيها، الجو في المكتبة بيبقى مختلف، بيبقى فيه هوا، بيبقى فيه حياة. مش لأن الإضاءة بدأت تتحسن، لأن في حد موجود، في حد بيتنفس في نفس الهوا، في حد حي. وأنا كنت عايشة من سنين في بيت فيه جسدين بس، ما فيهوش حد حقيقي. أحمد كان دايماً في الكلية أو في مكتبه أو مشغول في بحث، ومن سنين كتيرة ما كنتش بحس بوجوده حتى لو كان جنبي. كان في المكان بجسمه بس ما كانش حاضر. وأنا تعلمت إنكار الفراغ ده، تعلمت أملاه بالكتب وبالشغل وبالطلاب. وسيد جه وكسر الصمت ده من غير ما يعمل حاجة كبيرة. في يوم جت أمي تزورني وشافته بيشتغل. بعد ما راح قالت لي وهي بتتناول كوباية شاي: كبير الشغل قوي يا ستي. قلت: أيوة، مشكلة في التمديدات. بصت فيا ثم بصت في كوبايتها وما قالتش حاجة تانية. أمي بتحس بحاجات، دايماً بتحس حتى لما ما تعرفش تسميها، وفي الوقت ده اختارت تسكت، وأنا شكرتها من جوه على السكوت ده. في يوم كنت في المكتبة وسيد بيشتغل، وأنا حاسة بتعب، مش تعب عادي، تعب جوه، تعب روح. وقفت من مكتبي وشبه من غير وعي مشيت لنافذة المكتبة ووقفت بص فيها على الشارع من تحت. بعد دقيقة سمعت صوته: عندك مية بارد؟ التفت، كان بيمسح إيده بمنديل، عيونه فيا. قلت: أيوة. مشيت الاتنين للمطبخ، حضرت له مية، وقفنا على رصيف المطبخ، وسيد شرب وأنا بصيت في الحيطة قدامي. ثم قال: أنت تعبانة؟ مش سؤال، إثبات. قلت: أيوة. قال: بيجي ويعدي. قلت: أيوة. ومفيش حاجة تانية اتكلمنا فيها، بس في التبادل البسيط ده كان في شيء، اعتراف هادي، تقبل بسيط، قبول من غير محاولة إصلاح. في الليلة دي قعدت وفكرت في نفسي بجدية، حاولت أفهم ما بيحصل، حاولت أسميه. إيه اللي بيخلي وجود رجل بسيط بيصلح الكهرباء يريح نفسي بشكل ما يريحاش أي حاجة تانية؟ ليه في حضوره أحس بإن شيء ما بيطلبش مني أكون دكتورة سلمى؟ ليه في صمته حرية؟ ما لقيتش إجابة في أي كتاب، وده خوفني. في اليوم ال15 في آخر النهار كنا 2 في المكتبة، أنا بقرأ في بحث وهو بيرتب أدواته قبل ما يمشي. وقف فجأة ورفع عيونه وقال لي بهدوء وبدون أي مقدمة: الكتب دي كلها قرأتيهم؟ قلت: معظمهم. قال: وبعد كل ده أنت سعيدة؟ السؤال وقع في المكتبة زي صاعقة، مش لأنه سؤال فلسفي معقد، لأنه سؤال بسيط من إنسان بيبص في إنسان تاني. سؤال ما فيهوش حسابات، ما فيهوش تحفظات، ما فيهوش طلب إجابة محددة. كان السؤال اللي محدش سألني من سنين. الدكتورة سلمى الناجحة، المؤلفة، الأستاذة، من يسألها أنت سعيدة من غير ما يكون عنده سبب تاني للسؤال؟ قلت بعد لحظة صمت طويلة: لا. قال بنفس الهدوء: أنا برضو. وبعد كده مفيش حاجة اتقالت، رجع لشغله وأنا رجعت لكتابي. بس في الأيام اللي جت بعد كده الجملة دي ما خرجتش من دماغي، مش لأني حسيت بتشابه بس، لأني أدركت إن الحزن المشترك لما بيتقال بصدق من غير ادعاء بيبقى نوع من الاطمئنان. في يوم بعد ما خلص شغله سألته: عايز شاي قبل ما تمشي؟ ترددت ثانية ثم قال: تمام. وقعدنا في المطبخ، أنا وكوباية قهوة وهو وكوباية شاي، والجو كان هادي. قلت له: إيه اللي بتحبه في الشغل ده؟ قال: إن في مشكلة وبحلها وفي الآخر الضوء بيجي. قلت: وبعدين؟ قال: بعدين أمشي وأفضل فاكر إن الضوء ده جه بسببي. وابتسمت لأول مرة من أسابيع، بسمة حقيقية. هو بص فيا وقال: ده بيبسطك؟ قلت: اللي قلته. قال: إن الضوء جه بسببي؟ قلت: لأ، إنك فاضل فاكره. وسكت وبص في الكوباية وقال:
أيوة، الفكرة دي كويسة. وما تكلمناش بعد كده. بس كان في المطبخ ده شيء. مرت 3 أسابيع من الشغل والمكتبة اتنورت تقريباً كلها. بس سيد كان لسه بيجي. قال لي إن في شوية أسلاك في السقف وإنه محتاج يخلص الشغل صح. وأنا ما اعترضتش. في الأيام دي بدأت ألاحظ تفاصيل تانية، إنه لما بيشتغل في حتة قريبة من مكتبي بيشتغل بأقل صوت، زي ما بيحاول ما يزعجنيش، وإنه بيبص في الكتب من وقت لوقت، مش بيلمسها، بيبص بس زي ما بيتأمل. وفي يوم لاحظت إنه كان بيتكلم مع الأسلاك بصوت منخفض جداً وهو بيشتغل، همهمة خفيفة زي ما بيفكر بصوت. وقفت أسمعه من بعيد. كان بيقول لنفسه ده ما ينفعش كده، ده هيوصل هناك، لأ، الطريق التاني أكلم. بيفكر بطريقة تانية تماماً عن الفلسفة، بس بنفس الجوهر، يتأمل، يحلل، يختار. حسيت بشيء غريب، نوع من الاحترام، مش للشغل بس، للطريقة. في يوم كنت واقفة على السلم بدور على كتاب في رف عالي، وسيد كان بيشتغل في السقف في نفس الناحية. المسافة كانت قريبة، أقرب من عادتها، وأنا حاسة بحرارة جسمه جنبي. ده كان أول مرة من سنين كتيرة أحس بحرارة حد جنبي، مش أي حد موجود فعلاً، حد حاضر. قلبي دق بسرعة، وأنا مديت إيدي عشان آخد الكتاب، وإيدي لمست الرف، وهو في نفس اللحظة مد إيده يصلح سلك في السقف، وأصابعي بردت. لمسة مش مقصودة، لثانية واحدة وخلصت، بس دخلت جوايا. نزلت من السلم بسرعة ورجعت لمكتبي، وما قدرتش أقرأ كلمة واحدة بعد كده. في الليلة دي بكيت، بس المرة دي ما كانش بكى على أحمد، كان بكى على نفسي، على دكتورة في 45، أستاذة فلسفة، كاتبة كتب عن العقل، ومتلخبطة من لمسة عرضية زي بنت صغيرة أول مرة تحس بحاجة. قلت لنفسي ده تعلق مؤقت، ده بسبب الأزمة، بسبب الضعف، بسبب الوحدة. بس الأشياء اللي تيجي من أزمات مش دايماً أقل حقيقية من اللي تيجي في الأوقات الكويسة، وده كنت عارفاه. بعد أسبوع كلمته، مش لأني خططت، لأن الكلام خرج من غير إرادة. كنا واقفين في الممر الضيق بين الرفوف، هو بيفحص سلك أخير، وأنا واقفة أنظر في كتاب من غير ما أقرأ فعلاً. وقلت سيد. وقف ولف وبص فيا. قلت أنا عارفة إن اللي بيحصل هنا مش كله عن الكهرباء. ما تكلمش، بس انتظر. كملت أنا خايفة إني غلطانة في اللي بحسه. قال بهدوء الإحساس مش بيبقى غلط، التصرف هو اللي بيتحاسب عليه. قلت وأنا مش عارفة أتصرف. قال أنا برضو، وسكتنا. ثم قال أنا من أول يوم دخلت المكتبة دي حسيت بحاجة مختلفة، مش عن الكتب، عن الحد اللي ساكن فيها. دموعي نزلت في صمت. قال لي مش هطلبك حاجة، مش هعمل حاجة، بس خليني أقولك إنك ست تستاهل أكتر من إنها تبكي وحدها وسط الكتب. وبعد الكلام ده ما تكلمناش كتير في الأيام دي، بس الكلام اللي اتقاله فضل في المكتبة، في الهواء، في كل ركن. في الكلية زميلتي أستاذة نهى سألتني بطريقة عرضية إيه أخبار بيتك يا سلمى؟ سمعت إن في شغل كتير. قلت لها إضاءة، مشكلة في التمديدات. قالت ومستنية الشغل يخلص. كانت في سؤالها نبرة بتسأل عن أكتر من الشغل، نبرة المرأة اللي بتسمع وبتحفظ وبتحكي. وأنا حسيت بالخوف يتحرك في صدري، مش خوف من إنه حصل حاجة، خوف من إن في حاجة بتتبنى جوه، حاجة ما اتقالتش بس موجودة. في البيت قعدت وكتبت في الدفتر أنا دكتورة سلمى حسين، عندي 45 سنة، هو عنده 32، أنا أستاذة جامعة، هو كهربائي، بينا 13 سنة فرق، بينا عالمان لا يلتقيان في أي منطق اجتماعي، بس هو الوحيد اللي شافني وأنا باكية وما حطش لي كلام فارغ، حط كوباية مية وكمل في شغله، وده ما لقيتوش في أي كتاب اتعلمته. في آخر يوم من الشغل خلص سيد كل حاجة، المكتبة كلها متنورة، الأسلاك كلها جديدة، الشغل خلص فعلاً، مفيش سبب تاني لأنه يجي. وقف في باب المكتبة، علبة أدواته في إيده ونظرني. قلت خلصت؟ قال خلصت. صمت. ثم قلت سيد لازم أكلمك في حاجة قبل ما تمشي، حط العلبة على الأرض وانتظر. قلت أنا عارفة إن اللي حصل بينا في الأسابيع دي كان أكتر من شغل، وأنا عارفة إني حسيت بحاجة ما المفروضش أحسها، ومش هقولك إني مش عارفة، أنا عارفة. قال أنا برضو عارف. قلت ومع ذلك أنا خايفة، مش منك، من نفسي، من الكلام، من الناس، من الحياة دي كلها. نظرني بعيون هادية ثم قال أنا عارف،
قلت لازم يقف. قال أنا عارف برضه، وبكيت بكاء هادي، مش بكاء ألم بس، بكاء إنسان واقف على حد ومش قادر يتقدم ومش قادر يرجع. وسيد ما تحركش، ما جاش يواسيني، ما قالش ما تبكيش أو اطمني أو أي كلمة فارغة، واقف هناك حاضر زي ما بيقول أنا مع اللحظة دي معاكي فيها. ثم قال خليني أقول لك حاجة واحدة بس. بصيت فيه. قال أنتي مش ناقصاكي كتب يا دكتورة، أنتي ناقصاكي حد يشوفك. وسكت. ثم قال أنا شفتك، مش لأني فاهم الفلسفة أو قارئ أو عارف، لأني كنت هنا، وده كان كفاية ليا إني أشوف، وكفاية عليكي إنك تتشافي. وبكيت أكتر. قلت له ده مش ممكن يتحول لأي حاجة، مش ممكن، الدنيا مش هتفهم. قال أنا عارف. قلت وإنت هتبقى كويس. نظر في السقف لثانية ثم نظرني وقال هبقى، دايما بيجي وقت ويبقى الواحد كويس. وبعدين مد إيده، مصافحة عادية رسمية، وأنا مديت إيدي وصفحته. وفي المصافحة دي كانت فيه كل الكلام اللي ما اتقالش، كل اللي حصل، كل اللي ما حصلش، كل اللي كان ممكن يحصل لو الدنيا كانت تانية. وخرج، وأنا رجعت للمكتبة وقعدت في الكرسي والكتب حواليا، والضوء كان كامل للمرة الأولى من سنين. مرت 6 شهور، أتمت إجراءات الطلاق، رجعت لتدريسي وكتبت الفصل الجديد في كتابي ال5 عن العقل والفقد. الفصل ده بيتكلم عن إن الفهم لازم وضروري، بس الشفاء محتاج أكتر، محتاج حضور، محتاج شاهد، محتاج حد يشوفك. ما قابلتش سيد تاني وما حاولتش، بس في كل مرة بقعد في المكتبة وبشوف الأضواء بيجي في بالي كوباية مية وكلمة بسيطة، ناقصاكي حد يشوفك. دلوقتي أنا بسألك، أنا أستاذة فلسفة كتبت عن العقل طول عمرها، وفي أصعب لحظة في حياتي ما لقيتش إجابة في أي كتاب، بس لقيتها في كوباية مية من رجل بسيط ما قراش كتاباً واحداً في الفلسفة. وقفت على الحد، ما عبرتوش، أو ربما كنت قلبي عبره من زمان، ورجعت من غير ما أتحرك. أنا عملت صح. هل كان لازم أوقف نفسي من الأول؟ هل الإحساس الحقيقي دايماً يبقى حاجة صح، ولا ممكن يبقى خطأ حتى لو كان صادق؟ اللي حصل ده كان ضعف ولا كان شجاعة؟ هل كنت على حق أم على خطأ؟ قول رأيك في الكومنتات، وحياة اللي تحبه قول رأيك.